الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم من هنا من مسجد بني أمية الكبير بدمشق لننقل لحضراتكم وقائع فترة الإفطار لهذا اليوم من هنا، من هذا المكان الرحب، هذا المكان المعطر بالإيمان والمعطر بأنفاس المؤمنين على موائد الرحمن التي تفترش هذا الصحن وهذا المكان. وقد لمت المؤمنين إخوة أعزاء على مائدة الرحمن، على مائدة الباري، مائدة صاحب العفو، مائدة من يقبل، مائدة من بسط لعباده المغفرة والرجوع إليه ليل نهار. أيها الإخوة المؤمنون، إذاعتنا الدينية الخارجية هذه منقولة عبر أثير إذاعة الجمهورية العربية السورية والقناة الفضائية السورية والقناة الأرضية الأولى التلفزيونية وكذلك الثانية، تقيمها وزارة الأوقاف ووزارة الإعلام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ومشروع حفظ النعمة والخيرون من أبناء هذا الوطن. فأهلا بكم جميعا، وأهلا بمقدمكم، وأهلا بهذه الوجوه التي تنضح بالإيمان والتي ترتسم قسماتها بمحبة الله عز وجل ورسوله والمؤمنين. ما أجمل هذا الجمع، ما أجمل هذا الجمع، وقد تحلق حول موائد إفطاره يتوجه بقلبه وروحه إلى السماء. إخوة الإيمان، الحديث الديني لفضيلة الأستاذ الشيخ ساري الرفاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيا أيها الصائمون الوافدون إلى بيت من بيوت الله وإلى روضة من رياض الجنة، يا من أتيتم لا من أجل طعام أو شراب، وإنما أتيتم من أجل أن تنشدوا السكينة والرحمة في روضة من رياض الجنة، في هذا المكان العامر بتنزل الرحمات. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوة الصائمون في كل مكان، يا من تنتظرون ساعة الإفطار، يا من تنتظرون نداء الحق للإعلام بأن الطعام والشراب الذين أمسكتم عنه قد أذن لكم فكلوا واشربوا، يا من تنتظرون الله أكبر الله أكبر في كل مكان. هذه الكلمة التي جعلها الله تبارك وتعالى إيذانا بالسماح لنا بالطعام والشراب بعد أن أمسكنا عنه طيلة اليوم، استجابة لأمر الله سبحانه. هذه الاستجابة لمولانا الكريم، كأننا نقول: يا ربنا أنت أمرت وأنا العبد الذي استجبت، فيا رب استجب دعائي.
فإن ساعة الإفطار ساعة استجابة. عندما نجلس على مائدة الإفطار علينا أن نذكر المنعم المتفضل الذي أنعم علينا بنعمة الصيام، نعمة رمضان، نعمة هذا الطعام والشراب. عندما نجلس على مائدة الإفطار ينبغي ألا ننسى المنعم المتفضل، وألا ننسى الدعاء والتضرع إلى الله المولى الكريم. ينبغي علينا ألا ننسى بعد إفطارنا أن نلتجئ إلى الله بالصلاة والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى راكعين ساجدين، لأن هذه الصلاة وذاك الصيام كل ذلك ترجمة من العبد على أنه عبد لهذا الرب سبحانه وتعالى. علينا أن نسجد لله وقد امتلأت حياتنا هموما وغموما ومصائب، ولا يفرج الهموم والمصائب إلا الله. فعندما تسجد لله المولى الكريم وتقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، عندما تناجي مولاك سبحانه لن تجد أبدا أنعم ولا أكرم من هذه الساعة التي تناجي فيها مولاك وتبث إليها شكواك. فإن الشكوى لئن بثثتها إلى صديق أو إلى أخ أو قريب فإنه لا يستطيع أن يفرج عنك طالما لا يستطيع أن يفرج عن نفسه. فلنلتجئ إلى مفرج الكروب، إلى منفس الهموم والغموم في هذه الأيام التي نحن بأمس الحاجة إلى الالتجاء إلى الله سبحانه. لذلك أيها الإخوة الصائمون، أيها الإخوة المشاهدون، علينا أن نغتنم رمضان، أن نغتنم فرص رمضان، ساعات رمضان، دقائق رمضان، فإن رمضان يمضي سريعا. علينا أن نصطلح مع الله في رمضان، فمن كان مسيئا ومن كان مقصرا فليأتي في رمضان إلى محراب الصلاة ليتصل بالله جل جلاله، ليتصل بعد أن أخلد إلى الأرض ليصعد ولتسمو روحه إلى بارئها، إلى السماء، إلى الله مدبر الأمور. عند ذلك تشعر بالسكينة والراحة، تشعر بالحب، ذلك لأنك عبد لهذا الرب سبحانه وتعالى. فما أجملها من ساعة وما أجملها من دقائق نعيش فيها الآن مع ربنا، نستقبل فيها ساعة الغروب، ساعة استجابة الدعاء. نسأل الله جل جلاله أن يبارك لنا في هذه الساعة، وأن يبارك لنا في صيامنا وقيامنا، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المؤمنون، كنا وإياكم مع الحديث الديني الذي أتاكم من مسجد بني أمية الكبير بدمشق، وعلى الهواء مباشرة كان لفضيلة الأستاذ الشيخ سارية عبد الكريم الرفاعي. أيها الإخوة المؤمنون، هذه لحظات يتجلى فيها ربنا على عباده. في الحقيقة كل اللحظات هنالك تجليات لله على عباده، لكن هنالك ساعات وأزمان وأوقات خاصة التجلي يكون بشكل واسع لا حدود له. ومن هذه الأزمان هذه الدقائق قبيل الإفطار، فما أجملنا أن نتوجه إلى الله وأن نسبح الله ونحن على موائدنا نرجوه الرحمة والمغفرة، ونحن نعيش هنا أسرة ربما
تجاوزت أعداد أفرادها 10,000 إنسان في هذا المكان. هذه الأسرة هي الأسرة المصغرة عن بلادنا، عن سوريا الحبيبة، عن بلاد الشام التي تعيش الحب والوفاء والتكافل. إخوتي، مع وصلة من الإنشاد لفرقة الأستاذ نور الدين خورشيد. الله 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 أرسل لنا خير السماء، أرسل لنا خير السماء، وأروينا بعد الظما، اسق العطاش عطاشتك الروما، اسق العطاش عطاشتك الروما، فضلا وأروي أرضانا، فينا صغار رضاع، فينا شيوخ ركعوا، كذا بهايم رتعوا، وأنت للكل مراد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، غيثا مغيثا اسقنا، جهد البلاء حل بنا يا رب، ضاق الفنا من كربنا يا رب، وكل ذا من ذنبنا، فهو الذي طمس الفؤاد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، غيثا مغيثا اسقنا، إن كنت غيث الطائعين يا رب، فمن يغيث المذنبين يا رب، رحمة رب العالمين مطلقة بلا قياد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا،
أنت له أهل كما عودت هذا كرما عبيد جودك يا جواد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا غيثا مغيثا اسقنا. يا ربنا يا ربنا غيثا مغيثا اسقنا. كنا مع فرقة الإنشاد للأستاذ نور الدين خورشيد. أيها الإخوة المؤمنون، إلى أن يأذن الله بمغرب هذا اليوم نبقى وإياكم مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ كمال سعد الدين الهواري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. كنا ننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم تلاها على مسامعنا القارئ الشيخ كمال سعد الدين الهواري. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. اللهم تقبل هذا الجمع بقبول من عندك. تقبل دعاءهم واجبر كسرتهم وأقل عثرتهم يا أكرم الأكرمين. اللهم يا رب بارك بهذا البلد. اللهم يا رب بارك بالخيرين فيه وبالمعطين والمتكافلين. اللهم يا أرحم الراحمين اجعله بلدا رخيا سخيا آمنا مطمئنا كما عهدته يا ربنا يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة المؤمنون، من هنا من مسجد بني أمية الكبير ومن صحنه الفسيح رابطة المنشدين بدمشق بإشراف الأساتذة حمزة شكور، عبد الوهاب أبو حرب،
وحامد سليمان داود ترفع أصواتها بشكل جماعي حسب الطريقة المتبعة هنا في مسجد بني أمية الكبير بدمشق بأذان المغرب لهذا اليوم حيث يحين الآن. الله أكبر 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 أشهد أن لا إله إلا الله 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 أشهد أن محمدا رسول 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 الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا أمين وحي الله عليك صلى الله يا ابن عبد الله ألف ألف صلاة مع ألف سلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك عليك وعلى آلك وأصحابك
اللهم بك آمنا وعلى رزقك أفطرنا وعليك توكلنا. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. إخوة الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها، رفعت رابطة المنشدين أصواتها بأذان مغرب هذا اليوم. دعاء الإفطار لفضيلة الأستاذ الشيخ أسامة أبو شعر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا ربنا لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك ويدفع عنا وعن المسلمين بلاءك وغضبك ونقمك. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتقضي بها حاجاتنا وتشفي بها مرضانا. اللهم اشف بالصلاة والسلام على نبينا جميع مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشفهم بشفائك وداونا وداوهم بدوائك. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعاء المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت ترحمنا. اللهم إنا أمسينا في هذه العشية مفتقرين إلى رحمتك وأنت غني عن عذابنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا وبالمسلمين في كل مكان فيما جرت به المقادير. اللهم ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا وارحم أزواجنا وارحم أولادنا وارحم من سبقنا من المسلمين إلى دار البقاء. يا رب بلغنا أنه في كل عشية من رمضان لك عتقاء من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم وفقنا ووفق رئيسنا لما فيه خير الأمة في دينها ودنياها. ألهمه الرشد وجنبه الزلل وهيئ له بطانة صالحة يا رب العالمين. وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه وباعدنا عما تكرهه وتأباه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. دعاء الإفطار استمعنا إليه من فضيلة الأستاذ الشيخ أسامة أبو شعر. هكذا أيها الإخوة المؤمنون كنا وإياكم في رحاب مسجد بني أمية الكبير بدمشق، نقلنا لحضراتكم وقائع الفترة الدينية على الهواء مباشرة، إذاعة وتلفزة من بين موائد الرحمن التي تقيمها وزارة الأوقاف، وزارة الإعلام، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومشروع حفظ النعمة والخيرون من أبناء هذا البلد. نتمنى لكم المغفرة والقبول والرضوان، ونستودعكم الله، ونعود بكم إلى استديوهاتنا في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.